أرابتك أكبر إفلاس في تاريخ الأسواق الإماراتية، عملاق في العقارات غادر الأسواق وأشهر إفلاسه بعد سلسلة من الخسائر الفادحة على مدار سنوات متواصلة. كيف ذلك وما هي قصة هذه الشركة الكبرى التي وصلت إجمالي المطالبات لها مليارات الدراهم؟ حكمت محكمة دبي الابتدائية بإشهار إفلاس شركة أرابتك والحجز التحفظي على ممتلكات وأرصدة الشركة داخل الإمارات، لأنها مدينة بأكثر من 10 مليارات درهم بحجم مطالبات على الشركة. هذه الشركة أسست كشركة مساهمة عامة في عام 2004 وأدرجت في سوق دبي في عام 2005. ولكن ما هي القصة التي نراها في أرابتك منذ بداية تأسيس هذه الشركة، أو بالأحرى منذ بداية تكبد الخسائر الكبيرة في الربع الرابع من عام 2014؟ شاهدنا في عام 2014 بداية تكبد الخسائر والتي عزتها الشركة إلى أن هناك ضعف في التكاليف وفي بعض المشروعات، وكذلك أو زيادة في التكاليف وضعف في المشروعات، وخسرت قرابة أو أكثر من 94 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2014، واستتبع ذلك وقف عملياتها سواء في روسيا أو باكستان. هذا من جانب. من جانب آخر أننا في عام 2015 تواصلت هذه الخسائر ووصلت إلى 2.4 مليار درهم، وهو ما مثل وقتها 48% من رأس المال. عام 2016 لم يتحسن الوضع، بل إنه زاد وأصبح أكثر سوءا إلى أن وصلت الخسائر إلى 3.4 مليار درهم، وهو ما مثل أكثر من 100% من رأس المال. وحينها حاولت الشركة التدخل لمحاولة إعادة ضبط ولملمة جراحها، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل. لماذا؟ لأنه قرار إعادة الهيكلة الذي اتخذ في 2016 استتبعه إصدار أسهم جديدة ب1.5 مليار سهم، ما يعني أنه سيتم إطفاء الخسائر بعد زيادة رأس المال وإصدار أسهم حقوق الأولوية ب4.6 مليار درهم، وهو إجمالي الخسائر المتراكمة. بعد إجمالي أو بعد إطفاء الخسائر من خلال تخفيض رأس المال وإعادة الهيكلة، شهدنا مكاسب في 2017 فيما يشير إلى أنه ربما تكون الأمور تتحسن. 2018 كذلك أيضا تضاعفت المكاسب، ولكن في 2019 عادت الشركة من جديد للخسائر، والخسائر الكبيرة أكثر من 774 مليون درهم. وفي عام 2020 في 30 من يونيو أو في نتائج 30 من يونيو 2020 عن الربع الثاني شهدنا قرابة 788 مليون درهم. مثل ذلك قرب كامل رأس المال في الشركة، لأن الخسائر وصلت إلى 1.460 مليون درهم، وخسرت الشركة مرة أخرى كامل رأس مالها كخسائر متراكمة بنهاية الربع الثاني من عام 2020، طبعا بعد الضغوط على القطاع العقاري والفشل الكبير في إدارة المشاريع في القطاع. ولكن أرابتك هي شركة كبيرة أو كانت شركة كبيرة وأنجزت عديد من المشروعات، أبرزها برج خليفة في دبي، متحف لوفر في أبو ظبي، قصر الإمارات وبرج العرب، كذلك أيضا مركز دبي المالي العالمي، مركز أبو ظبي الوطني للمعارض، مطار دبي، وكذلك أيضا مطار المكتوم. إذن هي نهاية قصة طويلة لشركة كبيرة في الإمارات أعلنت إفلاسها لتصبح أرابتك أكبر إفلاس تشهده الأسواق الإماراتية في تاريخها.